مشروب الأخضر يا جماعة البديل للتكميم، مشروب السعادة بجد، واظبوا عليه هيعجبكم جدا. مش بس هيعجبكم، ده مليان فيتامينات ومليان معادن. أهم حاجة فيه إنه بينزل المية من الجسم. لو حاسين إن جسمكم منفوخ مليان مية، هو ده المشروب اللي لو واظبتوا عليه هينزل لكم كل المية من جسمكم، هيريحكم. أصحاب القولون العصبي هيريحكم جدا، وهيفرق معاكم وهيدخلكم الحمام مرتاحين. كان بيساعد على نضارة البشرة، بتحسوا بفرق كده في بشرتكم مع المواظبة عليه. وكمان بيعلي مستويات الطاقة، هتحسوا كده بنشاط وحيوية على مدار اليوم مش عارفين جاية منين. وكمان بيساعد على الهضم، ففوائده كتير جدا. بيشبع لفترات طويلة جدا. هقول لكم مكوناته. أهم مكون فيه هو البقدونس. نحط بقدونس فريش بكمية كويسة كده، وبعد كده نحط زنجبيل وفريش برضو مش باودر، ونحط كل حاجة تبقى فريش، ونحط كرفس، ونحط سبانخ فريش. بس دول اهم المكونات، يعني ممكن تكتفوا بكده. ما بنحطش فيه اي حاجة نحلي بيها، يعني ولا عسل ولا سكر ستيفيا ولا اي حاجة، علشان ما نعليش السعرات بتاعته. هو كده جميل. عايزين بقى تكسروا الطعم بتاعه، ممكن نحط نعناع فريش، ممكن نحط تفاح اخضر، ممكن نحط كيوي، 3 فراولات ليكوا تشبعوا لفترة طويلة. ان احنا نزود معاه بذور الشيا او بذور الكتان، الصمغ العربي، سكوب من البروتين. كل الحاجات دي بتخليكوا تفضلوا شبعانين لفترة طويلة جدا، يعني تاخدوه سناك كده لوحده من غير اي حاجة جنبه. بعديها بقى بساعتين او 3 تاخد الوجبة بتاعتك، او ممكن تتعشوا بيه، يعني يكون هو العشاء لان سعراته قليلة وبيشبع. جربوه وشوفوا رأيكم فيه ايه. والناس اللي جربته قبل كده اكتبوا لي في الكومنتس لو كنتوا جربتوه قبل كده، ولو ما جربتوهوش اشجعكم ان انتوا تجربوه، وبجد هتتبسطوا قوي.